السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض احلى طريقة حمام محشي بالفريك، وبطريقة كده تحسيها كده فيها ريحة الشوي، وكمان زي ما احنا متعودين فيها بساطة كده بدون فزلكة ولا تعقيدات. يلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ زي احنا متعودين في كل فيديو نصلي على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ بسم الله ونشوف ايه معانا المكونات معانا هنا. اكيد فريك، بس ممكن تعملي بالرز مش هيقولك لا، عادي جدا. فهتكوني جايبه نص كيلو فريك وغسلاه الاول منقياه كويس خالص من اي شوائب فيه، وسايباه يتنقع لمدة ساعة واحدة بس. صفيه وحطيه في طبق زي ما انت شايفة كده عشان ما تخلوش في المية مدة كبيرة. معايا بصلتين مبشورين كبار عليهم ذرة ملح، وهنا 5 فراد حمام. والتوابل ايه هي؟ التوابل معايا هنا ملح وفلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، توابل شبي، وبصل بودرة. ومعايا هنا كبد فراخ هقطعها كده قطع صغيرة عشان اطعم الحشوة بتاعت الفريك. تمام، هي دي المكونات اللي هنستخدمها النهاردة في الحشو. يلا بينا نشوف هنعمل ايه على النار. معايا حلة هنا سخنتها كويس، نزلت لها معلقتين كبار سمنة بلدي عشان تدينا ريحة وطعم للحمام، واسيب السمنة هنا تسخن شوية، ما خلاص تسخن خالص يعني عشان ما تتحرقش مني. وهنزل هنا بالبصل المبشور، مش هخلي البصل هنا يتحمر اطلاقا، يدوب يدبل كده او يكون لسه راح ياخد لون بسيط جدا، وهو الاصفر خالص ده. واكون مقطع معايا الكبد بتاعت الفراخ قطع صغيرة، ليه؟ علشان ما تضايقنيش وانا بحشي في الحمام. نزلت هنا بالكبدة شوحتها يا دوب كده، مش هخليها تستوي ولا حاجة، هي لسه هتاخد سوي في التسوية في الفريك. نزلت الفريك عليها دوب كده تشويحتين بس، على مقبال كده بيتطعموا بس من بعض. هكون محضرة التوابل هنا معايا وهنزلها كلها كده. التطعيم بقى هنا بتطعميها كويس زي ما انت عايزة، ممكن تحطي مرقة فراخ تمام، بس يعني حاسة التوابل بتاعتك كده كفاية، عشان كل بتزودي في التوابل بتدي طعم مختلف. نزلت هنا بالمية، المية مش هتكون زي الرز، لا، هنا المية بتكون قليلة ان الفريك مش بياخد سوا كتير، ولسه كمان هو هيتحط في الحمام فهيستوي معايا في المية. هبص كمية الرز، كمية سوري الفريك باينة من المية معايا. هنا الحمام بعد ما انا غسلتها كويس خالص بالخل والملح، حشت منها اي شوائب. هجيب بقى ابتدأ بقى احشي. قبل ما احشي هنا هوريكم حاجة، لازم من هنا بتفصلي الجلد هنا عن لحم الحمامة نفسها، عشان هنا برضو هنحشي ايه، هنحشي فيها الخلطة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده البطن بتاعت الحمامة موصلة كده للزور، انا مخليه الجلدة فاصلة خالص عن اللحم. هبدأ هنا احشي اول واحدة، ما احشيش قوي ولا يعني ادوس عليها خالص، لا، اسيبها كده مفرطة براحتها عشان الحمام بتاعك ما يفرقعش، عشان لسه هنا الفريك هيستوي تاني في مية السلق. احشيها هنا، امليها كويس بس ما ادوس عليها، يعني اخليها كده واخده راحتها، الفريك واخد راحته من جوه. وهحشي هنا ما بين الجلد واللحم، وبرضو ما احطش كتير، حبة صغيرين كده، وبعد كده بسويهم بايدي اهو، بسوي بايدي تمام كده. اسوي بايدي عشان هنا هتديك ايه المنظر العام بتاعت الحمامة نفسها، ما تبقاش فيه حتة عالية كده وحتة واطية. وهنا
هحشي الزول بتاعها. بحشيه كويس كده، وارجع الجناح بتاعته لورا كده، او بحوش اي الفريك الزائد على الحمامة نفسه بنزله هنا في الطبق. وعلى فكرة في حاجة انا عايزة اقولها لكم، ان انا بحط شوية فريك صغيرة في الطبق علشان محطش كمية الفريك كلها اللي عندي واقعد احشي فوقيها زي ما انتوا شايفين كده، علشان ما تتزفرش الكمية كلها. كل ما تخلص الكمية اللي معايا اللي في الطبق بجيب بغيرها. تمام، خلصت انا وبعد كده بدخلها بالمنظر ده، واحدة الرجل الاول وبعد كده الرجل التانية تحتيها، وحوش اي فريك زايد على اللحم بتاعها. هعمل كل الحمام بالمنظر ده، واكون مسخنة مية على النار من لما اخلص حشو الحمام ده كله، اكون هي سخنت. هنا خلصت حشي الحمام ونفضته من اي فريك زايد عليه. على الحلة على النار هنا حطيت فيها شوية ملح وشوية ورق لورا وبصل وطماطم، زي بتسلق اي لحمة عادي. انا بسلقها بالطريقة دي، تحفة 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 بجد، والمية بتاعتها تبقى صافية وجميلة جدا. مش هياخد معاك اقل من ساعة وهتلاقي الحمام معاك استوى. هنا تمام، الحمام استوى. عارفه منين؟ بحط يدوب شوكة كده في الصدر، في الصدر بتاع الحمام، عشان هي اكتر حتة بتحتاج سوا. هنيجي لمرحلة التحمير. هنا هحمر ازاي؟ هحط له كاتشب وفلفل اسود بس، كاتشب وفلفل اسود. كاتشب هنا هحط له نوعين، حار وبارد، عشان تديله كده التطعيمة الحلوة. يدوب هنا ايه، انا هيدوب همسحها كده بالفرشة بس، بلمعه يعني. يعتبر مش هحط اي كمية كبيرة خالص للكاتشب للحمام من الكاتشب، يدوب كده بدهنه دهين بس. وكمان الدهنة بتاعته بتكون رقيقة كده خالص، بس بعمل كل المناطق فيه عشان تاخد احمرار من الكاتشب وهو بيتحمر. انت لو هنا كترتي كمية الكاتشب على الحمام هيتحرق منك على النار، عشان الكاتشب ده بصي مش بياخد حاجة خالص على النار، يعني اقل من ثانية وتلاقي الحمامة بتاعتك اتحمرت. هنا بقى بحط له ايه، بحط له حبة فلفل اسود كده، رشة بسيطة بس عشان تديلها تطعيمة. كده خلصت اكمل كل الحمام اللي عندي بنفس الطريقة اهو. رشة الفلفل الاسود، اعمليها بالطريقة دي وادعيلي. بصي طريقة تحفة تحفة تحفة، متعودة عليها من زمان، من زمان خالص، ومش هقدر ابطلها. تديني التحميرة الحلوة اللي انا عايزاها، والشكل الحلو واللون الذهبي الجميل بتاعي، وكمان الطعم اللذيذ. ان وصلت لحد هنا في الفيديو ياريت تديني لايك واشتراك علشان تشجعوني انزلكم مزيد من الفيديوهات، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دعموني كده وشجعوني عشان اجيب لكم فيديوهات اكتر واكتر ونستفادوا ان شاء الله. كده خلصت كل الكمية بنفس الطريقة دي. حاجة بقى على النار، اكون محضرة طاسة فيها سمنة او زيت براحتك، بس بفضل ان هي تكون سمنة. اهو سمنة عشان تديها برضو تطعيمة للحمام. بصي هنا هنحمر اول واحدة، بصي مش هتاخد حاجة خالص معاكي،
ليه؟ علشان الكاتشب اللي انا قلت لكم عليه بيخليها تحمر اقل من الثانية كمان. وما تحطش كاتشب كتير زي ما قلت لك، ليه؟ عشان ما يخليهاش تتحرق بسرعة، ولا السمنة بتاعك تتحرق كمان. بص اللون، احاول بقى انا بوقفها على جميع الاتجاهات اللي هي مش محمرة، اوقفها يمين شمال، اوقفها في كل الاتجاهات عشان اخلي كل الحمامة معايا متحمرة احلى من الفرن كمان، ودي بطريقة اسرع من الفرن. لو كنت مستعجلة وعايزة تحمرها بسرعة، حبة كاتشب ادهنيها بيها وحبة سمن صغيرين مش كتير اهو، وهتلاقيها اتحمرت. بصي من جميع الجوانب، بس انت ما عليك انك انت بتوقفيها يمين شمال لحد ما كل الحمام بتاعك يتحمر بنفس الطريقة دي. بس كده تمام، كل الحمام معايا اتحمر هنا وطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده في منتهى الجمال، لذيذ خالص خالص. وهنا هقدم معاه ايه؟ هقدم معاه ملوخية خضرة. بصي العجق، العجق حمام وملوخية خضرة منتهى الجمال. جربوا الملوخية الخضرة على شوربة الحمام، لذيذة لذيذة خالص جدا جدا. يلا إلى اللقاء، باي باي.